يعني اول مره اشوف يعني اشقائنا في المغرب بيشجعوا السنغال، اول مره اشوفهم بيشجعوا السنغال كده يعني. ولكن هذه هي كره القدم، واحنا ابطال، واحنا رجاله، ومنتخبنا رجاله، وانا بقول رجاله. احنا في المربع الذهبي كنا نتمنى نصعد للماتش النهائي، ولكن تم يعني باجراءات اقصائيه واضحه لا لبس فيها ان مصر لا تصعد للنهائي. هذا قولا واحدا، اللي يزعل يزعل يتفلق. احنا هنا بنتكلم على كرة قدم، كرة قدم مش سياسة. المنافسة لازم تكون شريفة. انت بتخطط بترتب لمين والايه ولاي شيء. احنا بنتكلم على كرة قدم. هات حكم متميز، حكم محترم، حكم انا عايز العدالة بس، مش عايزه يديني حاجة مش بتاعتي. انا عايز العدل فقط الماتش. لم نرى العدل في هذه المباراة. منتخب السنغال كويس، ما اقدرش اقول المنتخب وحش، كويس، كله محترفين طبعا، ولكن كمان ما عندهمش اخلاقيات كرة القدم. لما عملوا ضغوط وعملوا حتى في المباراة، حتى المدرب بتاعهم لم يكن لديه اخلاقيات كرة القدم. هو عايز يفوز سواء صح او غلط. ضغطوا على الحكم. حكم النهارده انت بترجع ولازم تشوف الفار وتتاكد. امبارح في ماتش من الماتشات الاوروبيه قعدوا 7 دقايق يبص على الفار، 7 دقايق عشان يعرف، وفي الاخر قال لك مش جون، تسلل سايد. انما يا دوب بص بقى فين، وريتناش ليه الفار. فانا كجمهور مصري اوعى تزعل، لان انت لن تذهب للنهائي. مخطط كده، انا بقول لك مخطط كده، في خطه، في اجراءات اتعملت. اول ما تعين هذا الحكم اتخذ القرار مصر ما تصعدش. فنجيب مين؟ نجيب اسوأ حكم في قاره افريقيا، اسوأ حكم، الف ب تحكيم غير موجود عنده، انحياز للسنغال من اول الماتش، من اول كوره. لما بيدي حسام مع عبد المجيد انذار بعد 3 دقائق، انت خلاص بتخرج اهم مدافع عندك بره الكوره، بره الماتش، انه ما يقدرش يلعب لعبه الطبيعي. يبقى هنا بدأ يحجم منتخب مصر من اول 3 دقائق، وكان حقنا المره دي بصراحه. ولو كنا رحنا النهائي كنا خدنا البطوله. عشان كده يتم اقصائك عشان ما تروحش النهائي، عشان ما تاخدش البطوله عن عمد. عن عمد. سر المباراه لنا كده. انا مش راجل خبير تحكيم يعني، لكن راجل بتابع كوره سنوات يعني، تابع الدوريات، معظم دوريات العالم يعني، وبطولات العالم كلها بشوفها وبتابع. فيعني عندك شويه يعني. فتاني، شكرا رجال منتخب مصر، شكرا كابتن حسام حسن. بس ده اللي نركز عليه، ده اللي احنا نبقى يعني نساعدهم ونساندهم ونقف وراهم ومعاهم وللدعم الكامل. اوعى حد يتخلى عن منتخب بلده، اوعوا، لا. انتوا شفتوا كلكم الظلم النهارده. بالعكس، الظلم ده بيخليك تقف اكتر وتدافع اكتر وتتكلم اكتر في دعم المنتخب. لو حد ما يفهمش في كرة القدم ولا في تحكيم، اللي يشوف النهارده يقول لك ايه الحكم ده؟ هو ليه بيعمل كده الحكم؟ طب هو ليه مش بيحسب لنا؟ طب ليه هو جاي علينا؟ اللي عمله مع الجزائر عمله مع مصر بالمناسبه يعني، ونفس الحكم اللي عمله مع الجزائر عمله مع مصر. الجزائر تم اقصائها ووقتها يمكن اتكلمنا ايضا بفعل فاعل، هو نفس الحكم. اشمعنى يعني؟ مفيش غيره في افريقيا يعني؟ ما عندك حكام كويسين جدا، مخليهم على الخط ليه؟ هتخليهم لامتى يعني حكام الكويسين؟ عشان يحكموا في كاس العالم؟ ما انت عندك بطولتك، يعني عندك افضل حكام في القاره. واذا هذا الحكم المنحاز والغير عادل والذي لا يليق انه يحكم مباراه في بين مصر والسنغال، ما عندك حكام افضل كتير جدا من هذا الحكم، عندهم على الاقل مبادئ التحكيم وعداله التحكيم. كنا نتمنى نرى منهم واحد النهارده بيحكم هذه المباراه.
وكان لازم هاني ابو ريده والجهاز يتدخل لما تم تعيين هذا الحكم ماتشنا من اللي عمله مع الجزائر. كان لازم نعترض ونطلب بتغييره. كان لازم مهندس هاني ابو ريده يعمل كده. ده هو عضو نائب رئيس الاتحاد الافريقي يا جماعه في الاتحاد الدولي مهندس هاني، ورئيس الاتحاد المصري. كان لازم يعترض على تعيين هذا الحكم من اول لحظه، والجهاز بتاعنا يعترض ويتغير. المغرب اعترضوا على حكم واتغير. المغرب اعترضوا على حكم واتغير قبل الماتش بيوم، بعد ما تم تعيينه قال لك ما يحكمش وغيروه. طب انا ليه سكت؟ يعني ليه انا سكت على هذا الحكم وانا عارف ان الحكم ده غير عادل وحكم فاسد؟ وانا باكد على كلمه الفاسد دي على الهوا. كرة القدم لا يتم توجيهها ابدا. ليه ما اعترضناش على الحكم ده من الاول لما تعين؟ واحنا شفنا الكوارث اللي عملها مع الجزائر. كان لازم نتحرك، مهندس هاني والجهاز كله كان لازم يا جماعه ما شوفوا لنا في حكام كويسين، اشمعنى الحكم ده يعني؟ انتوا جايبينه عشان اقصاء منتخب مصر؟ كان لازم يبقى في تدخل من الاول. وانا بعتب على المهندس هاني ابو ريده اللي ما اتدخلش من اول لحظه، والجهاز الفني. زي ما المغرب اعترضت، لما اعترضوا المغرب على الحكم غيروه ولا لا؟ غيروه. حصل. طب انا ما اعترضتش ليه؟ ليه اسيب حكم يتسبب في يعني زعل جماهيري، غضب جماهيري؟ كان عندنا امال وطموحات، واحنا احق. كان عندنا امال وطموحات. ليه يجي حكم يبوظ الليله؟ ليه يجي حكم يعني موجه ليه؟ كلها تساؤلات. الاتحاد الافريقي يرد، واي حد عايز يرد يرد. ليه هذا التحكيم ده بالذات؟ ليه ما جبتش حكم نزيه بحكام المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدالة وموجودين في القائمة الإفريقية؟ لأنه بصراحة اللي حصل النهارده يعني ما ينفعش إن احنا نعديه كده، ما ينفعش إن احنا نسكت عليه كمان. كل ده نتيجة إنه احنا من الأول سيبنا الحكم انه يعني كان لازم يبقى في عندنا حد يقول لنا ايه الحكايه ويشرح لنا ايه الموضوع. وطبعا الوضع الجماهير المصريه لو سمحتوا، انا عارف الناس زعلانه جدا والناس غضبانه جدا ولهم كل الحق، ولكن تاني بقول مره تانيه لازم نبقى واخدين بالنا من اللي حصل في الماتش. ما احنا ما نبقاش النهارده في الماتش ده واحنا زي ما بقول كده يعني لم نذهب للمباراه النهائيه يعني لعدم وجود عداله تحكيميه. مفيش حاجه تانيه، مفيش حاجه تانيه. اللي احنا يعني عندنا مشكله، عندنا بعض المشاكل، عندنا مفيش اي مشاكل خالص. خلاص. تاني أسوأ شيء إنك تخطط لأمر وتحصل على أي شيء بتزييف أو بفساد أو بتوجيه أو بتدخل في خاصة في أي شيء بما فيه كرة القدم، في أي حاجة بما فيها كرة القدم. لم يكن هناك أي شيء إيجابي. ما لعبناش احسن ماتش بس تاني اتظلمنا. اتظلمنا. يعني لعيبه